السلام عليكم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة منوعات أمينة وجنات. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله وراحة البال. واليوم غادي نشارك معكم هذا ميني بطبوط اللي غادي نحضروه بواحد العجينة جد سهلة واقتصادية. عندي هنا كاس ونص ديال الفينو وجوج كيسان ونص ديال الفرص. عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات ديال الخبز. عندي ايضا راس المعلقه صغيره ديال الملحه. عندي زيت الزيتون اللي كنديرو انا في هاد الخبيزات، كيعطيو واحد المذاق رائع. غادي ندير 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون اللي يكونوا صغار ولا جوج كبار، مع نصف ملعقه ديال السكر سنيده. هادو هما المكونات اللي كندير في هاد الخبيزات وكيجيو رائعين، ناجحين وكيجيو من الداخل مهويين خاويين. وكنجمع هاد العجينه بالماء دافي بطبيعه الحال. صافي من بعد ما غادي نعجنهم بحال العجينه ديال الخبز، يعني العجينه عاديه. جميع الاخوات راهم كيديروا هاد الوصفه هذه، وخصوصا في شهر رمضان ما كنستغناوش على هاد الخبيزات هادو. وحتى اللي عنده الوليدات راه كيديرهم من غير رمضان، انا شخصيا كنديرهم من غير رمضان. وصافي اخواتي غادي نبقى نجمع العجينه، غادي ندلكها واحد شويه وغادي نجمعها كيف ما كتشوفوا. غادي ندهنها بواحد شويه الزيت من الفوق، وغادي نغطيها بواحد البلاستيكه، ونزيد نغطيها بواحد الفيطه ونخليها ترتاح تقريبا نص ساعه ولا 20 دقيقه على حسب الجو، على حسب الكميه الخميره اللي درتو. انا خليتها هنايا واحد تقريبا واحد 20 دقيقه. من بعد غادي ندوز وغادي نشكلها. غادي ندير شويه ديال الفينو من الفوق، ما شاء الله ضعف الحجم ديالها ورجعت مرتاحه العجينه. غادي نقسمها لجوج قطع اولا لجوج كويرات. غادي نقرص الاولى ونخليها ترتاح، والثانيه غادي نطلقها. غادي نستعنوا بالدقيق ديال الفينو. هاد ميني بطبوط راه ضروري منه في رمضان كيف ما قلنا. كيكون حاضر على طاولة الإفطار بالحشوات مختلفة. كل مرة الإنسان كيدير الحشوة اللي بغى على حسب الذوق دائما. من بعد ما غادي نبسط هاد العجينة اولا هاد القطعة ديال العجين، هاد الكرة الاولى غادي نبسطها. دائما كنستعن بدقيق الفينو. غادي ناخد واحد القرص، ممكن تشكلهم غير بالكاس ولا بشي زلافه، يعني على حسب الحجم ديال البطبوط كيفاش بغيتو. كاين اللي كيديروا صغيور، كاين اللي كيديروا متوسط، كاين اللي كيبغيه كبير. ايوا على حسب الاذواق كل واحد والشكل اللي كيبغي يدير. صافي اللي غادي نشكلها غادي نحطها في واحد المنيدل على جنب، ونزيد نخليه يرتاح على بال ما نسالي القطعه الثانيه. وحتى ديك الزوائد اللي كيبقاو لي ديال العجينه حتى هما كنجمعهم وكنديرهم في واحد الميكا ديال يرتاحوا، وكنرجع نطلقهم من بعد ونشكلهم حتى هما قطع بهذا الشكل هذا، قطع فرديه. صافي ساليت القطعه الاولى شكلتها، وهذوك الزوائد راني درتهم في واحد البلاصيك يرتاحوا. غادي نطلق القطعه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، ومن بعد غادي نغطيهم نخليهم يزيدوا يرتاحوا واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي ندوز ونطيبهم. الطريقه راها واضحه وسهله اخواتي، فقط كتبقى المشاركه معكم. وهادو وصفات اللي هي معتمده وروتينيه اللي كنحضروها في كل شهر رمضان، رغم اننا كنحضروا شهيوات وحدين اخرين، ولكن بحال هاد الخبيزات المعمرين ولا البطيبيطات ولا المسيمنات، يعني هادو ضروري كنحضروهم في كل منزل مغربي. كتلقى بحال هاد الوصفات حاضرين. هنا كناخذ المقله الثقيله ديال الحرشه اللي كنوضع فيها القطعه ديالي ديال البطبوط، وكنحطهم حتى كنحطهم واحد شويه، ما نخليهمش بزاف حتى يتنفخوا، غير واحد شويه. وكنبقى نقلبهم من لهنا لهنا حتى كنحصل على ديك الشكل اللي كيكون بومبي، يعني منفوخين. هانتوما كتشوفوا راه قبل ما يطيبوا ولا يتحمروا كنبدا نقلب فيهم، وهما كيبداو يتنفخوا بهذا الشكل هذا كيف
كما واضح. والصراحه اخواتي راه كيجيو كاملين منفوخين ومهويين من الداخل خاويين. كيف ما واضح في الصوره راهم كيتنفخوا ما شاء الله. صافي اخواتي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله، وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما ساليت الكميه ديالي اللي ما شاء الله عطات واحد الكميه وفيره. غادي نفتح معكم واحد الوحيده تشوفوها من الداخل. كيجي خاوي من الداخل، ما فيهش ديك اللبابه ديال الخبز، كيجي خاوي وخفيف يعني رائع وناجح. العجينه اللي حضرت معكم ناجحه 100%. والشكل ديالو هو هذا، كلشي واضح ما فيهش اللبابه من الداخل ابدا. وغادي ندوز ونحضر معكم واحد الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الخبيزات، حشوه جد اقتصاديه. حكيت واحد جوج بصلات، طحنتهم في الهشوار رقاق مع جوج ديال خزويات جزرات مع واحد الفليفله حاره. كندير الحار ضروري في الوصفات ديالي انا. بالنسبه للتوابل، الملحه، شويه الزيت، شويه ديال الابزار، سكنجبير، الكمون، الخرقوم، يعني التوابل المعتاده اللي كنديرو دائما. صافي كنبدا نشحر في هاد المكونات حتى ندمجوا مع بعضياتهم كطيب هاد الحشوه هذه. كنزيد نضيف في الاخير على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي عندكم متوفر. ممكن ديروا الخضار، ممكن ديروا الطون ولا الكفته ولا القطعه ديال صدر الدجاج، يعني على حسب دائما اللي عندنا في المطبخ ديالنا كنحضروا به الوصفات. انا درت شويه ديال الكفته راني ضفتها حتى هي كتزيد تشحر مع هاد الخضيره اللي درت. وكنخلي كل شيء يتشحر صافي حتى طيب هاد الحشوه، وغادي نخليها على جنب من بعد ما طيب. وصافي كنعمروا بها الخبيزات ديالنا كيف ما قلنا دائما كنديروا الحشوه مره بارده، مره الخضيره مشحره مع البصله، مره كنديروا الطون، مره يعني على حسب دائما الرغبه ديال وليداتنا ولا اللي حاضر عندنا كنوجدوا به هاد الخبيزات. وغادي نزيد نضيف حتى شويه ديال الزيتون، وغنخلط ونخلي كل شيء يزيد يتشحر مزيان. صافي غادي نبدا نعمر هاد الخبيزات هادو. ممكن تضيفوا اي حاجه من بعد، ورقه الخس ولا الفرomاج محكوك، الكاشير محكوك، يعني على حسب الرغبه. انا غادي نقدمهم هكا بهذه الطريقه هذه لان الوقت اخواتي زحمني وقرب الاذان يأذن ديال المغرب. صافي راني كنسرع باش نسالي. عمرتهم غير بهذا الشكل هذا وقدمتهم مع كويس ديال اتاي. واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، يعني كل نهار ارزقك كما كنقولوا. المهم هي المشاركه معكم. هاد الوقيته اللي كتكون قرب الاذان كتلقى يد هنا ويد هنا، يعني الشقه كامل كيتجمع في ديك الوقيته. صافي راني كنسرع الفيديو باش نقدم الطبق ديالي مع الفطور. وكان هذه هي الوصفه ديال اليوم اللي كنتمنى تنال اعجابكم. والمهم هي المشاركه معكم اخواتي، ودمتم في امان الله. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.